السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. الفيديو النهاردة بتاعنا هيتكلم عن ليه مفيش بركة في الوقت بتاعنا ولا في بركة في يومنا. عمرك حسيتي إن اليوم بيعدي بسرعة جدا؟ تصحي تلاقي نفسك طول اليوم مشغولة، وفي آخر اليوم بتحسي إنك معملتيش حاجة. الوقت بيجري، الطاقة بتاعتك بتخلص وتكوني تعبانة، والمهام بتزيد، فبتسألي نفسك فين البركة بتاعت الوقت؟ في الفيديو هنتكلم عن الأسباب الحقيقية اللي بتسحب بركة يومك وبركة وقتك من غير ما تاخدي بالك، وكمان هنتكلم في الفيديو ده إزاي ترجعي البركة دي ليومك ولحياتك من جديد. أول سبب من أسباب اللي بتسرق البركة من يومك وحياتك هي التشتت اللي انت فيه. احنا كنا زمان لما بنيجي نعمل حاجة في بيتنا بنعملها واحنا مركزين فيها 100%، لكن الوقت بنبقى بنعمل الشيء ومركزين في حاجات تانية زي الموبايل، الإشعارات، الرسائل، أو بنفكر في مواضيع فاتت أو في مشكلات كتيرة. فالتشتت مش بيضيع منك الوقت الحالي، ده بيضيع منك تفكيرك وتركيزك في الحاجة اللي انت بتعمليها. فالحاجة اللي انت مفروض تخلص في نص ساعة هتاخد منك ساعتين أو 3، لأنك مش مركزة فيها التركيز الكامل. والأصعب من كده انك هتوصلي لآخر اليوم هتحسي انك تعبانة ومفيش نتيجة حصلتي عليها. تاني سبب من أسباب اللي بتسرق البركة من يومك إنك مش مرتبة أولوياتك. يعني مش كل حاجة بتاخد وقت تبقى مهمة، في حاجات كتير بتستهلك يوم كامل، لكنك لو ما عملتهاش مش هيحصل أي فرق أو مش هتأثر. فلما اليوم يبدأ من غير ما تكوني مخططة له ومخططة إيه هي أولوياتك، أي حاجة صغيرة هتسرق اليوم كله وتسرق بركته وطاقتك. ثالث سبب المجهود بدون ما تاخدي راحة. في كتير مننا فاكرين إن البركة في الوقت معناها إن إحنا نفضل طول اليوم نشتغل من غير ما ناخد راحة، لكن الحقيقة إن العقل والجسم محتاجين راحة. فلما تشتغلي وانت مرهقة كل حاجة هتاخد ضعف الوقت اللازم لتنفيذها. فالراحة مش تضييع لوقتك، الراحة هي اللي بتخليكي تكملي وانت مرتاحة، وتخلي الوقت يعدي ويكون فيه بركة وتنجزي أشياء كتير فيه ومهام كتيرة. السبب الرابع السوشيال ميديا، الموبايل اللي أصبح في بعض من الأوقات كارثة حقيقية. تقولي هرد دقيقة على المكالمة، الدقيقة تاخد ساعة. تقولي هشوف رسالة أو إشعار أرد عليه، والساعة تبقى ساعات كتيرة، ومن غير ما تحسي يومك كله راح وما أنجزتيش حاجة. مش المطلوب منك إنك تمنعي الموبايل خالص، لكن المطلوب إنك تتحكمي فيه، مش هو اللي يتحكم فيكي. السبب الخامس اللي بيسرق طاقة وبركة يومك ضغط النفسي وكتر التفكير. احنا في مننا كتير بنضيع وقتنا مش لاننا مشغولين في مهام، لكن لاننا مرهقين من جوانا. التفكير الزائد بيستهلك طاقتنا وبيخلي ابسط مهمة تبان لينا ان هي مهمة تقيلة وصعب ان احنا ننجزها. السبب السادس انك بتأجلي كل حاجة. التأجيل اكبر سارق للوقت وسارق للبركة، لأن الحاجة اللي ممكن تتعمل في نص ساعة النهاردة بتفضل في بالك لمدة أيام وبتستهلك جزء كبير من تفكيرك ومزاجك. وكل ما تأجلي المهمة كل ما المهمة دي حجمها بيكبر في دماغك وتبقى أصعب في التنفيذ. السبب السابع والأخير غياب الهدف. انت مش محددة هدف واضح ليومك وسايبة الوقت واليوم يمشي عشوائي. الإنسان لما بيكون عارف ومحدد هو رايح فين
وعايز يعمل ايه، حتى لو خطواته صغيرة بيوصل. لكن اللي ماشي من غير اتجاه بيفضل واقف مكانه مش بيتحرك. طيب احنا عرفنا دلوقتي الأسباب اللي بتسرق مننا بركة اليوم ووقتنا. ازاي بقى نرجع البركة دي تاني؟ عن طريق عدة خطوات. ابدأي يومك بحاجة واحدة مهمة فقط، حتى لو حاجة صغيرة. حددي وقت للموبايل، ما تفتحوش طول اليوم. اكتبي 3 حاجات بس عايزة تعمليهم، مش تكتبي 20 حاجة وما تنفذيش منهم ولا حاجة. وخدي راحة حقيقية، انك ترتاحي شوية. نامي كويس، لان قلة النوم هتسرق نص طاقتك. البركة مش معناها تعملي كل حاجة، البركة معناها انك تعملي الحاجة الصح في الوقت الصح وبقلب هادي. ولازم تفتكري ان الوقت ده هو عمرنا وحياتنا اللي بتعدي. مش المشكلة ان اليوم قصير، المشكلة اننا احيانا بنضيعه في حاجات ما تستاهلش، وننسى نعيش اللحظات اللي هي بجد مهمة. ابدأي من النهاردة بحاجة بسيطة، حاجة واحدة بس. رتبي ساعة من يومك وركزي فيها بكل هدوء، وهتشوفي بنفسك قد ايه ان احساسك هيتغير. واعرفي ان البركة في الوقت مش هي سر غامض ولا حاجة. البركة هتبدأ لما تعيشي يومك بوعي مش بعشوائية، لما تركزي في خطوة واحدة بدل ما تستني وتشتتي نفسك في 1000 اتجاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.